هاي، أنا كريم معاكو في الشاي بعد الفطار. كلمنا أكتر عن المسلسل وشخصيتك في المسلسل. منعم شخصية خيالية بحت، مناع بس هي الشخصية الأساسية. منعم احنا ألفناه تحدي صعب لأنك مش عارف النهاية ولا الوسط، وفي نفس الوقت عايزين نفهم احنا عايزين ايه من الشخصية دي، وعايزين نعمل لها زي رحلة وكاركتر ارك، بداية في وسط في نهاية في تحول، فهي ما بتبدأش بتنتهي في نفس الحتة بس. فده كان التحدي، بس في نفس الوقت مسلي جدا جدا جدا، لان هو عامل زي البازل اللي احنا بنحاول نحله. ايه اللي بيحركه؟ هو ايه؟ طب احساسه نفسه عامل ازاي؟ علاقته باخواته بعمته؟ طب اهله كانوا فين؟ عشان كده هو مفيش اهل مفيش. طب اوكي، طب هو ليه بيعمل حاجة وعكسها؟ ونبدأ برضو نطور. يعني في افكار كتيرة كانت اتطرحت بعد ما انا اتفقت ومضيت، زي سرقة المسجد كانت فكرة من الأفكار اللي طرحت في الأول، زي إن هو بيرجع وبينضم وبيعمل إيه بالإعاقة بتاعته، حتى بشكل الإعاقة. كل ده كان كتبنا كذا نسخة منه يعني لحد لما وصلنا لأمثل حاجة. كان في specific challenges في الشخصية دي بالذات مش موجودة في شخصيات تانية أنت لعبتها؟ هي بازل، هو أي شخصية أنا بعملها هي بازل، بس البازل ممكن يكون عندك الرسمة الأخيرة بتاعته، فتحاول تدور على الحتت اللي هتجمع بيها البازل. تخيل بقى انك بتجمع بازل ومش عارف ايه الصورة الأخيرة، فبيبقى تحدي أكتر يعني، بس مسلي لأنك بتخلق بقى. وبرضه بالذات الصراحة الحق اتقال أستاذ حسين المنباوي، لولا ما كنتش عملت المسلسل بالشكل ده. انا كنت خايف جدا من الشخصيه وحاسس مش هعرف اعملها، وكنت على وشك ان انا اعتذر، لانه حسيت لا انا افضل ان انا ما يعني هخيش فبلاش. فبسط لي الموضوع جدا وقال لي لا الواد منعم دوت حلو مش عارف ايه، وقعد يحكي لي عن الناس. قلت له الناس دي الشخصيه، تعال نجمع الحواديت دي. قعدنا كذا قعده يحكي لي حواديت عن كام شخصيه هو كان قابلهم في حياته، شخصيات مبهره يعني، وقصص برضو عبثيه جدا. الناس بتأذي نفسها واللي حواليها من غير ما بتبقوا مدركه ومتخبطة جدا بس. ونحاول نفهم برضو ايه اللي بيحرك الشخصية وايه معدنها. وهي مش حاجة واحدة، هي مش يا ابيض يا اسود. يعني انا عمري ما بتعامل ابيض واسود، وبعتقد في الكتابة وفي التمثيل ما بقاش في ابيض واسود، بقى كله رمادي بصراحة. كان عاجبني مع أستاذ حسين إن إحنا كنا، هو كان يعني معايا فكرة الجراءة، إنه تعالى نمرجح الناس. يعني هو الواد أصلا أول حاجة بيسرق، بعدين أول حاجة بيهزر، وبعدين مش عارف إيه وحاجة، وبعدين بنلاقيه بيسرق، بعدين بنلاقيه عايز يسرق الناس اللي سرق معاهم، وبعدين بنلاقيه غز صاحبه، وبعدين بيروح لحد وبيحاول يعمل حاجة كويس فالناس تتعاطف معاه، فيروح للشيخ بيروح سرق المسجد. فالناس انا بتجيلي رسائل الناس متعصبه، اللي هو ازاي احنا كنا متعاطفين معاك ليه تعمل فينا كده؟ بعدين ارجع تاني الجامعة ادي الفلوس للراجل. ففي مرجحة. فاعتقد ده مسلي، لانه انا اول مرة يعني اجربه في الشخصية. مسلي لانه كان تحدي انه الناس مش عارفة تحبني ولا تكرهني، بس في